أسرع وأحلى مكرونة في خطوة واحدة بس، تجهز في 10 دقايق بديل الأندومي. طعمها حكاية. في طاسة على النار نزلت ب4 معالق من الزيت، هنزل عليهم بالمكرونة. وهنا هستخدم المكرونة الصغنونة بتاعة الكشري. الكمية اللي معايا نص كيس مكرونة 400 جرام. تقدروا طبعا تزودوا زي ما انتوا حابين. ونبدأ بقى نقلب المكرونة على نار متوسطة، لا هي نار عالية قوي ولا واطية قوي. ونفضل نقلب نقلب كده تقليب مستمر. ما ينفعش نقلبها ونسيبها ونرجع بعد فترة نقلبها. كمان هقولك على تركاية حلوة جدا هتخلي لون المكرونة بتاعك كله لون واحد. رشة بسيطة كده من الملح في بداية ما انا بحمر المكرونة، وبرده مع التقليب المستمر عشان تطلع معانا اللون التحفة اللي انتوا شايفينه ده. الكاميرا كمان ظلمة لون المكرونة معايا لونها جولد فاتح في منتهى الجمال. كده خلاص وصلت للون اللي انا عايزاه. ههدي النار عليها علشان اتبلها واخدها كده تقليبه مع التوابل، وتتحمص كده مع التوابل وريحه التوابل تطلع ويبقى طعمها في منتهى الجمال. نزلت بمكعب مرق دجاج، وده اختياري، تقدروا تستغنوا عن الخطوه دي. ورشه من الملح بسيطه جدا، ما تنسوش ان احنا حاطين في الاول وكمان مرقه الدجاج مملحه. ورشه بسيطه من الفلفل الاسود، وكمان رشه بسيطه من السبع بهارات. وبعد كده بقى هنزل بميه مغليه او شوربه. يستحب يبقى عندك شوربه كده لو شايلاها في الفريزر، بتدي طعم المكرونه طعم خيالي. لكن لو مفيش نقدر نستخدم الميه المغليه، مفيش مشكله. عشان كده دايما بنقول احنا ستات شاطرين، واي حبه مرقه هوب هات الكيس على طول وشيل في الفريزر بينفعوا. ما كترناش من التوابل، ملح فلفل اسود سبع بهارات، مش اكتر من كده، علشان نحس كده بطعم الشوربة مع المكرونة. اول ما نزلنا بالشوربة علينا النار، واول ما الشوربة هتاخد معايا غلوة هقلبها تقليبة واغطيها واوطي النار عليها واسيبها تستوي. بتاخد بالظبط في السوا 10 دقايق. مش عايزين نسويها تسوية كاملة، يعني 10 دقايق كده هتلاقي المكرونة مستوية بنسبة 90%. بعد كده هقفل النار واسيبها 5 دقايق بالظبط. هي بتكمل تسويتها من السخونية. زي ما انتوا شايفين كده بقى بتطلع مفلفلة وفيها شوربة. طبعا حابين تكتروا كمية الشوربة زي ما تحبوا، سهلة وبسيطة وما خدتش معانا اي وقت خالص. طبعا بتتقدم كده بقى بشوية الشوربة اللي طعمهم يجنن وهي سخنة كده، خصوصا بقى كمان داخلين على شتاء، والاجواء الشتوية بتبقى عايزة اكلات تتاكل وهي سخنة. تنفع في الغدا، تنفع غدوة لوحدها، تنفع في العشاء. طعمها في منتهى الجمال. جربوها وانا متأكدة ان انتوا هتعتمدوها. لو الوصفة عجبتكم ما تنسوش تحطوا لايك، واستنوني بقى هنزل لكم شوية وصفات من الاخر الايام الجاية بامر الله وبألف هنا، وربنا يحسن ما بين ايديكم. بحبكم في الله، والسلام عليكم.